جماعه النهارده عامل نسخه من الكره الذهبيه او البالون دور واديها لاحسن لاعب في الكومنتات. واول حاجه اتفرجت كتير على كل النسخ اللي فاتت وهعمل النسخه دي وممكن اعمل ميسي الفيديو اللي جاي. وعلشان اعمل الجزء اللي فوق اشتريت كوره بنفس تقسيمه الكره الذهبيه ورحت المرسم غسلتها كويس ودهنتها وش ابيض وسبتها تنشف وغطستها مره كمان وهسيبها تنشف خالص علشان ادهن بعدها اكليريك اصفر. وبيقولوا ان الطريقه دي بتخلي النتيجه زي الذهب فهنشوف اهو. القاعده بتاعتها هي عباره عن قطعه الماس عشوائيه، يعني لو لاحظتوا كل جايزه من ال 18 بتوع ميسي ليها شكل مختلف. وعلشان اعملها نزلت الشارع ادور زي العبيط على طوبه تكون شبهها وجمعت طوب الشارع كله عشان انقي براحتي. رجعت علشان اشوف ايه اللي هينفع ودي الطوبه اللي عليها العين والليل. غسلتها كويس وجمعت كل برطمانات المخلل وشويه كوبايات عشان اكسرهم. خدت كاس الازاز ده وجبت ايبوكسي عملت منه شويه بلون رصاصي وبعدها وزعت الازاز محاوله مني ان اعرف اطلع فينش زي بتاع الالماس بس شكلها كده هتظبط فعلا. دهنت الكوره كلها اكليريك اصفر ولما نشفت جبت صنفره ناعمه وصنفرتها كلها علشان اشيل اي حاجه زياده. وجبت اجمد رش عندي وعلشان الفينش يبقى حلو هرش الجزء اللي فوق ولما ينشف هرش الباقي. سبت كل حاجه تنشف اهو، خلصها دلوقتي وشكلها تطلع جامده. المشكله ان الكوره الاصليه الذهبي فيها قوي وبيلمع، بس مصلحه برضه عشان انا ما كملتش رش الكوره فغيرت النوع ده وجبت رش تاني اجربه وطلع جامد فرشيت النص اللي فوق وسبتها تنشف. والقاعده برضه الازاز نشف وبقت شبهها جدا بس عملت شويه ايبوكسي وحطيت عليه ازاز مكسور والرمل اللي كان باقي وخلصت كل برطمانات البيت واي كوبايه شاي تيجي قدامي علشان اعمل كسر ازاز وخلطته بالايبوكسي علشان اكمل اخر جنب وحطيت شويه ملح وفلفل وسبتها شهرين تنشف. وبعد ما نشفت حطيت عليها طبقه ايبوكسي علشان تلمع. واخر حاجه في حته ذهبي صغيره كده تحت كان هيحصل لي حاجه لو ما عملتهاش، فجبت حته خشبه قطعتها على قد الطوبه بالظبط وصنفرتها كويس ورشيتها جولد واديت الكوره وش كمان وسبت كل حاجه تنشف. وبعد ما الكوره نشفت شكلها بقى جامد ما كنتش متخيل كده. حطيت الحته الجولد وشويه ايبوكسي علشان الزقها في القاعده وبعدين لزقت الكوره بايبوكسي برضو. النهارده هكمل واعمل جائزه الحذاء الذهبي واديها لاحسن لاعب في الكومنتات. وفي الاول اتفرجت على صور كتير وهعمل النسخه دي. وعلشان اعمل الجزء اللي فوق اشتريت ستارز مقاس 42 زي الجايزه ورحت المرسم وهستخدم الرجل الشمال زيهم برضو. دهنتها وش ابيض خفيف كده وسبتها تنشف خالص وجبت ماوس قطعت السلك بتاعه وحطيته في الستارز عشان يبقى كأن في واحد لابسه ويفضل مفروض. بعدها اشتريت جبس شميت منه شويه وزودت عليه ميه وقعدت اصبه جوه الكوتش عشان يبقى تقيل زي الحقيقي وعشان برضو ده مش معمول لللبس. وفي الصور لقيت ان مفيش فيونكه فقطعتها انا كمان وسخنت الرباط عشان يبقى ناشف والدهان يمسك عليه وصنفرته صنفره ناعمه كده على خفيف وسبته يرتاح شويه. وكان في بزوز صغير كده اللي هيثبت عليه الحذاء فجبت علبه وكسرت منها القطعه دي وقطعتها بزاويه 75 وصنفرتها كويس ولزقتها الاول في مكانها بسمير وبعدها صبيت ايبوكسي لحد الاخر علشان ده اللي هيشيل الوزن كله. وعلشان اعمل القاعده نفسها جبت طبق فلين قطعته مظبوط من الجناب وكسرته كويس علشان اعمل القالب اللي هصب فيه. وجبت تلوينه اسود حطيتها على ميه ودقتها علشان اتاكد انها اسود وحطيت عليها الجبس علشان الونه وحطيت شويه زيت وملح وفلفل وشعر بنات علشان اصب الجبس. وبالباقي عملنا كام كيكه علشان القعده تحلو وطلع طعمها جامد وجوسي قوي بجد. والقالب برضو بقى جامد بس عايز يتصنفر والحذاء برضو نشف خالص فجبت لون اصفر وصفرته بزياده علشان ادهن الستارز. والمفروض ان الطريقه دي بتخلي الفينش زي الدهب. وبعد ما نشف جبت اجمد انواع الجولد ورش ورنيش علشان يلمع وهرش الجزء اللي فوق الاول. وبجد النتيجه المره دي طالعه على 100 من الاول وهيطلع مظبوط جدا. جبت الستارز رشيته ذهبي من كل حته وسبته ينشف خالص وبعدها جبت صنفره ناعمه علشان الفينش ما كانش احسن حاجه فصنفرته كله تاني وهرش وش كمان وكده هيبقى اجمد بكتير. وبعد ما رشيته كان يجي منه بس قلت اتفزلك واحط ورنيش شفاف علشان يلمع اكتر وسبته ينشف وهنشوف هيبقى عامل ازاي. والقاعده اللي كنت عاملها كانت صغيره جدا ومش هتنفع فعملت قالب من علبه الوان ودهنته زيت وصبيت فيه جبس تاني والمفروض ان المقاس ده هيبقى مظبوط ونسخه من الاصليه. وبعد ما القالب نشف فكيته وشلت كل الزياده الاول بسكينه معجون وسخنته كويس وجبت كل انواع الصنفره وعملته من كل حته وحاولت اخلي الزوايا كلها مظبوطه ويبقى ناعم ورشيت اسود من تحت بس علشان اعزله بس طلع جامد قوي بجد. وعلشان اعمل شكل الرخامه اللي مستخدمينها في الجايزه قعدت اخبط بفرشتين فيهم اكليريك ابيض علشان اعمل نقط صغيره كتير. وبعد ما نشفت لونت شويه نقط بالاسود وجبت لون فحلقي علشان الغوصها واوصل لنفس شكل القطعه الاصليه بالظبط. وجبت حته دهب خدت منها حته صغيره اللي بتكون في الزاويه وفيها اسم اللاعب. والستارز بعد ما نشف النتيجه طلعت زي الزفت فرشيته جولد تاني علشان يظبط بس طلع جامد المره دي كده النتيجه. قولوا لي اعمل جايزه ايه الفيديو الجاي وعايز اعرف رايكم بجد وفول لايك لو عجبك الفيديو.